في يوم من الأيام كان في مكان ممنوع أي راجل يدخله، حتى كبار الوزراء ولا يقدروا يقربوا منه. مكان كان بيحدد مين هيبقى ولي عهد مصر، ومين هيتنفي، ومين هيتقتل، ومين هيبقى أغنى من الأميرات نفسهم. اسمه الحرملك. لكن استنى، الحرملك ما كانش مجرد جناح للحريم، كان دولة جوه الدولة. ورا أسوار قصر عابدين وقبلها قصر الجوهرة وقصور محمد علي كان في عالم كامل محدش من عامة الشعب كان يعرف عنه أي حاجة. الناس كانت شايفة القصور من بره، لكن اللي كان بيحصل جواها كان عالم تاني خالص، عالم اسمه الحرملك. استنى، قبل ما أقولك إيه هو الحرملك لازم الأول نعرف مين هي الأسرة العلوية، لأن ناس كتير فاكرين إن ليها علاقة بسيدنا علي بن أبي طالب، وده غلط. الأسرة العلوية هو الاسم اللي أطلق على أسرة محمد علي باشا، الراجل اللي جه مصر مع الجيش العثماني وسنة 1805 بقى والي مصر. ومن اليوم ده ولحد سنة 1952 كل اللي حكموا مصر كانوا من عيلته: محمد علي، إبراهيم باشا، عباس الأول، سعيد باشا، الخديوي إسماعيل، الخديوي توفيق، عباس حلمي الثاني، السلطان حسين كامل، الملك فؤاد، وأخيرا الملك فاروق. يعني تقريبا 150 سنة حكم. لكن الغريب ان اغلب الناس عارفة اسماء الملوك وما تعرفش مين كان بيأثر عليهم من جوه القصر. وهنا ندخل لأخطر مكان، الحرملك. ناس كتير فاكرة ان الحرملك كان مجرد مكان للزوجات، وده ابعد ما يكون عن الحقيقة. الحرملك كان مدينة صغيرة جوه القصر، ليه أبوابه وليه قوانينه وليه حراسه وليه إدارة كاملة وليه ميزانية، وكان ممنوع أي راجل غريب يدخله، حتى بعض الأمراء ما كانوش يقدروا يدخلوا إلا بإذن. لكن السؤال، مين كانوا الستات اللي عايشين جوه؟ زوجات الحكام؟ لكن مش هم بس، كان في الأميرات والبنات والمربيات والوصيفات والمرضعات والموسيقيات والمغنيات والخادمات والجواري. أيوة، الجواري. لكن ما تسرعش في الحكم، لأن كلمة جارية في الوقت ده ما كانش معناها اللي ناس كتير فاكراه دلوقتي. كان في جواري بيتعلموا القراءة والكتابة والفرنساوي والتركي والبيانو والإتيكيت والرقص والغنى، وكانوا بيتعلموا ازاي يتكلموا وازاي يمشوا وازاي يتعاملوا داخل القصر. طب ليه كل ده؟ لأن بعضهن كان ممكن يبقى قريب جدا من الحاكم، وساعتها كل حياته كانت بتتغير. لكن هنا بيجي السؤال الأخطر، ازاي أصلا كانوا بيجيبوا الجواري؟ هل كانوا بيتخطفوا ولا بيتباعوا ولا بيجوا بإرادتهم؟ الإجابة هتصدم ناس كتير، لأن أغلب الجواري ما كانوش مصريات أصلا، كانوا بيجوا من مناطق مختلفة، خصوصا بلاد القوقاز زي الشركس والجورجيات، وكمان من الحبشة والسودان، وأحيانا من البلقان. وكان في تجار متخصصين في جلب الجواري للبيوت الكبيرة والقصور. لكن استنى، دي لسه البداية، لأن أول ما كانت الجارية تدخل القصر كانت حياتها القديمة بتنتهي، ويبدأ اختبار ممكن يغير مصيرها كله. اختبار كان ممكن يخليها مجرد خادمة أو يخليها واحدة من أقوى الستات في مصر كلها، وده اللي هنحكيه في اللي جاي. الحرملك المكان اللي كان بيصنع الستات الأقوى في مصر. لما الجارية تدخل القصر وتبدأ حياتها الجديدة، اللي كان بيحصل بعد كده أغرب بكتير مما الناس متخيلاه. أول ما الجارية توصل اسمها القديم ممكن يختفي ويتغير، وتلبس لبس جديد وتبدأ تتعلم. أيوة، تتعلم، بس مش أي تعليم. كانت بتتعلم اللغة التركية والفرنسية وقواعد الاتيكيت وطريقة المشي وطريقة الجلوس، وازاي تتكلم وازاي تقدم القهوة وازاي تتعامل مع الأميرات وازاي تلتزم بقوانين القصر. استنى، اوعى تفتكر ان كل الجواري كانوا زي بعض، بالعكس، كان فيه درجات وفي ترتيب وفي منافسة، وكل واحدة بتحاول تثبت انها افضل من التانية. ليه؟ لان الفرق كان ممكن يبقى بين حياة الفقر وحياة القصور. ولو الجارية اثبتت ذكائها او حسن اخلاقها او قدرتها على ادارة شؤون القصر كانت بتترقى وتاخد مكانة اعلى، ومع المكانة كانت الفلوس تزيد والهدايا تزيد ونفوذها يكبر. لكن في القصور النفوذ اخطر من الفلوس.
تذكر مذكرات بعض المقربين من القصر وروايات عدد من المؤرخين إن بعض الجواري وصل تأثيرهم لدرجة إن رأيهم كان بيسمع داخل الدوائر القريبة من الحاكم، مش لأنهم بيحكموا، لكن لأن قربهم من أصحاب القرار كان بيديهم تأثير غير مباشر، وده كان سبب مشاكل كتير. تخيل إن أميرة من الأسرة الحاكمة تلاقي جارية بقت أقرب للحاكم منها، أكيد الغيرة هتبدأ، وده اللي حصل فعلا. الحرملك ما كانش كله حرير وعطور ومجوهرات، لأ، كان فيه غيرة وتنافس وصراعات وخصومات وأحيانا مكائد. لكن استنى، مش كل اللي بيتقال عن الحرملك حقيقي. في أفلام ومسلسلات صورت الحياة هناك وكأنها مليانة فضايح طول الوقت، وده مش دقيق، لأن أغلب يومهم كان ليه نظام صارم ومواعيد وقواعد ومسؤوليات. لكن السؤال اللي ناس كتير بتسأله، هل الجواري كانوا بيتجوزوا؟ الإجابة أحيانا بعض الجواري كان بيتم عتقهن وبعدها بيتجوزوا، سواء من داخل الأسرة أو من كبار رجال الدولة، وساعتها مكانتهم الاجتماعية كانت بتتغير تماما. لكن المفاجأة إن في جواري بقوا أغنى من سيدات كتير. إزاي؟ لأن بعض الحكام كانوا بيمنحوهم ذهب وحلي وقصور وأراضي وأوقاف، وكانت بعضهن تمتلك ثروة تكفي تعيش باقي عمرها في رفاهية. وده خلى ناس كتير تستغرب إزاي جارية تبقى أغنى من أميرة. لكن في القصور القرب من صاحب السلطة كان أوقات أقوى من اللقب نفسه. استنى، لحد هنا احنا بنتكلم عن محمد علي، لكن اللي حصل بعد كده في عهد الخديوي اسماعيل كان مختلف تماما، لان اسماعيل كان بيعشق الفخامة وكان عايز يخلي القاهرة قطعة من اوروبا. بنى قصور واستقبل ملوك واقام حفلات اسطورية. لكن ورا البذخ ده كله كان الحرملك بيكبر هو كمان، واصبح اكثر تنظيما واكثر تعقيدا، وبقى فيه مسؤولات ومشرفات وخدم ونظام اداري كامل. لكن هنا هتظهر شخصيات بعضها قدر يغير مجرى الاحداث، وبعضها فضل التاريخ مختلف عليه، وده بالظبط اللي هنكشفه في اللي جاي. الخديوي اسماعيل المؤرخين بيسموه أبو مصر الحديثة، لكن ورا الأصول الأوروبية كان في عالم قليل جدا اللي يعرف تفاصيله، عالم الحرملك. الخديوي اسماعيل كان مختلف عن اللي قبله، كان بيحلم يخلي مصر قطعة من أوروبا، فتح شوارع، بنى أوبرا، شيد قصور، استقبل أباطرة وملوك وأمراء من كل أنحاء العالم. لكن هل معنى كده إن نظام الحرملك اختفى؟ لأ، بالعكس، فضل موجود لكن اتغير شكله. بدأ عدد كبير من الأميرات يتلقوا تعليم حديث وتعلموا اللغات، ودخلت أوروبا حتى جوه القصر. لكن في نفس الوقت فضل الحرملك له قوانينه وله أسراره. واستنى، مش دي أغرب حاجة، ناس كتير فاكرة ان كل الستات اللي كانوا جوه الحرملك كانوا مصريات، وده غير صحيح. حسب عدد من الدراسات التاريخية كان في سيدات من أصول شركسية وجورجية وتركية وألبانية وحبشية وسودانية، وكان التنوع ده بيعكس طبيعة الدولة العثمانية وقتها. لكن السؤال، ليه الحكام كانوا بيفضلوا الشركسيات أحيانا؟ المؤرخين بيذكروا ان الشركسيات كان ليهم سمعة كبيرة في حسن التعليم والأناقة والقدرة على التأقلم مع حياة الأسور. أما الحبشيات فكان كتير منهن يتولين مسؤوليات الخدمة والإشراف وتربية الأطفال، وبعضهن وصل لمكانة محترمة داخل القصر. لكن ده لا يعني ان واحدة كانت افضل من التانية، كل واحدة كان ليها مكانها بيتحدد حسب ظروفها وقدراتها وطبيعة الدور اللي كانت بتقوم بيه. لكن هنا بيحصل اول انفجار، لان الحرملك ما كانش كله هدوء، كان في تنافس، ولو واحدة قربت من الأسرة الحاكمة الأنظار كلها كانت بتتوجه ليها، وأحيانا كانت تبدأ الخلافات والنميمة والوشايات. وتذكر بعض المذكرات التاريخية أن الوشايات داخل القصور كانت سبب في إبعاد بعض الأشخاص أو فقدانهم ثقة أصحاب النفوذ. لكن مش كل رواية يمكن التأكد منها. استنى برضو، دلوقتي هقولك السر اللي ناس كتير ما تعرفوش. اغلب القرارات ما كانتش بتطلع من الحرملك، لكن الكلام كان بيوصل، ولو وصلت نصيحة او شكوى او طلب للشخص المناسب ممكن يبقى ليه تأثير.
مش لأن الحرملك كان بيحكم مصر، لكن لأن أي قصر في العالم دايما في ناس قريبة جدا من أصحاب القرار، ودي حقيقة مش في مصر بس، في كل الممالك. لكن هل كانت الجواري مجرد خادمات؟ الإجابة لأ، بعضهن بعد العتق اتجوزوا وبقى ليهم بيوت وثروات وأوقاف، وبعضهم كمان خلد اسمه في سجلات التاريخ. لكن أسماء كتير اختفت لأن التاريخ كان بيكتب أسماء الحكام مش أسماء اللي عاشوا حواليهم. واستنى، لحد هنا يمكن تكون فاكر ان الحرملك كان رمز للقوة، لكن الحقيقة ان نهايته بدأت من جوه، لان العالم كان بيتغير وأوروبا كانت بتضغط والتعليم ابتدى ينتشر وأفكار جديدة دخلت مصر، وأصبح وجود الحرملك بالشكل القديم بيتراجع سنة بعد سنة. لكن الضربة الأخيرة لسه ما جاتش، لأن النهاية كانت مع سقوط الأسرة العلوية نفسها، وده اللي هنحكيه في اللي جاي. مع نهاية القرن ال19 العالم ما كانش هو العالم، أوروبا اتغيرت وأفكار جديدة بدأت تدخل مصر. الكلام عن التعليم وحقوق المرأة والحياة الحديثة ابتدى يوصل لحد جوه القصور. لكن استنى، ما تفتكرش ان الحرملك اختفى في يوم وليلة، لا، اختفى بالبطيء. الأميرات بقوا بيتعلموا في مدارس، وبعدها بدأ بعضهم يسافر أوروبا، وأصبحت الستات بيظهروا في المناسبات الرسمية بعد ما كانوا سنين طويلة بعيد عن الأنظار. لكن السؤال، إيه اللي حصل للجواري؟ الحقيقة ان النظام نفسه ابتدى يختفي، مش لان حد اصدر قرار فجأة، لكن لان الظروف اتغيرت، ومع مرور الوقت بقى الاعتماد على الموظفات والخادمات بدل النظام القديم. لكن الصدمة ان ناس كتير فاكرة ان الحرملك كان كله قصص حب ملتهبة، وده مش صحيح. الحياة هناك كان فيها رفاهية لكن كان فيها قيود وقوانين ورقابة ونظام صارم، وكل حركة كانت محسوبة. وده يمكن اغرب تناقض، من بره القصر كان يبدو جنة، لكن من جوه كل واحدة عارفة حدودها وعارفة ان اي خطأ ممكن يغير حياتها. ومع دخول القرن العشرين بقى فيه جيل جديد من أميرات الأسرة العلوية، زي الأميرة فوزية والأميرة فتحية وغيرهم. دول كانوا مختلفين، لبسهم اختلف، تعليمهم اختلف، وحياتهم بقت أقرب من الحياة الأوروبية. يعني الحرملك اللي كان زمان قلب القصر بقى مجرد ذكرى. النهاية الحقيقية جت سنة 1952 لما قامت ثورة يوليو، وسقط حكم الأسرة العلوية اللي بدأت مع محمد علي باشا سنة 1805، وانتهى حكمها برحيل الملك فاروق بعد حوالي 147 سنة. وفجأة القصور اللي كانت ممنوع الناس تدخلها اتفتحت، وقصور كان مجرد الاقتراب منها جريمة بقت متاحف يدخلها أي زائر ويمشي في نفس الممرات اللي مشيت فيها الأميرات والوصيفات والجواري من مئات السنين. لكن استنى، دي مش نهاية الحكاية، لأن أغلب أسرار الحرملك اختفت مع أصحابها. كتير من الرسائل ضاعت، وكتير من اليوميات ماتت مع أصحابها، وكتير من الحكايات محدش كتبها. عشان كده لما تشوف فيلم أو مسلسل بيحكي عن الحرملك افتكر ان في فرق كبير بين الدراما والتاريخ. في حاجات المؤرخين وثقوها، وفي روايات مختلفين عليها، وفي قصص فضلت تتكرر من غير دليل قاطع. وده يمكن أكبر سر في القصة كلها، ان الحرملك رغم انه كان اشهر مكان جوه قصور الاسرة العلوية، الا انه من اكتر الاماكن اللي فضلت غامضة، واللي نعرفه عنه لسه اقل بكتير من اللي ما نعرفوش. يمكن عشان كده كل ما باب من ابوابه اتفتح طلع وراه سر جديد، وكل ما مؤرخ قرأ وثيقة اكتشف ان الحقيقة كانت اعقد من اي مسلسل. وفي النهاية التاريخ مش دايما بيحتفظ بأسماء الخدم ولا الوصيفات ولا الجواري، لكن بيحتفظ بالأثر. وأثر الحرملك فضل موجود في العمارة وفي القصور وفي الوثائق وفي الحكايات اللي لحد النهاردة بتخلي ناس كتير تسأل، يا ترى كام سر لسه مدفون ورا جدران قصور محمد علي؟